حبيبتي تعالي عندي. اللي عندها أطفال ومطلعين عينها قال شيبس وعمل النستلة وما ياكلون أشياء صحية، حلك عندي حياتي. اليوم جابت لك وصفة صحية مليانة كالسيوم وبروتين، ورح يتغير نظامهم الغذائي ويصير صحي 100%، وانت حاطة رجل على رجل. كل اللي تحتاجونه 2 لتر حليب بقري كامل الدسم، رح نحطه بالقدر ورح نحطه على نار هادئة. هسه رح نجي نجهز المانجا، نحضرها بين ما يسخن الحليب. تتأكدون ان المانجا من النوع اللي يكون حلو، مو اللي يكون حامض. هي عندكم الزبدية وعندكم نعومي، يكون طعمها حلو. هاي بعد ما حطينا الحليب اللي 2 لتر بالقدر وحطيناه على النار شوية دفى، بعد ما قطعنا المانجا بهذا الحجم مكعبات أو حسب ما انتو تريدون الحجم، مكعبات أو شرائح حسب رغبتكم. رح ننزله على الحليب اللي احنا دفيناه، تضيفوه شوية شوية بالقدر، نزلوه عليه بصورة متساوية، والكمية اللي انتو ترغبولها اللي انتو تحبوها. رح ننزل هنا الزبادي، رح نغطي القدر بورق الزبدة ونرجع الغطا عليه، غطا الحلة، ونغطيه بفوطة. بعد ما غطيته بالفوطة رح اتركه بمكان دافي بالمطبخ ليلة كاملة. هسه رح نسوي جيلي المانجا. هسه رح اشوفكم كيف تخثر الزبادي بالمانجا لمدة ليلة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله شلون ماسك ومتخثر، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. زبادي عالمي، واو واو واو. زبادي بالمانجا عمركم ما ماكلي. تلقون هاي الطريقة بس بمطبخ فوفا. هسه رح نكمل وصفتنا لليوم. رح نحط عليه مربى، أي مربى أنتو تحبوها. آخر تاتش للوصفة اليوم العجيبة الرهيبة اللي تخبلوا إذا ما طلعت إكسبلور أركض وراكم بالحلم. رح نزينها بجيلي الدباديب. شوفوا شونها تجنن ما شاء الله، تخبل. شون وصفة إبداعية رهيبة، أخبل عمي. لو هيك الوصفات لو ما لازم وصفة من الآخر دمار شامل. ومو بس هاي، يعتبر أطيب وأحلى حلا تقدميه لضيوفك ولعائلتك. ولا تنسين يا حلوة اللايك والاشتراك بالقناة.